تفتكروا هنخرج هوجرل ونمشي؟ احنا رايحين نتكلم مش نتخانق، تمام؟ ويوصل الفريق عند كهف باتمان ويبتدي النقاش. جايين ليه؟ ما كفكوش اللي عملتوه معايا؟ بقول لك ايه، من غير عنف عن خناق، فين هوجرل؟ بعتها لكم من بدري. فعلا هوجرل تروح عندهم ويتاكدوا انها فعلا هوجرل. طب خلاص يا شباب، احنا خدنا اللي احنا عاوزينه، يلا نمشي. اسمع يا بروس، اوعى تقف في طريقنا تاني، واعتبر ده تحذيرك الاخير. وباتمان بيبص لهم بكل برود، وفجأة يطير، ونعرف انه مارشمان هانتر مش باتمان. وبعد شوية مطاردة يرجع لشكله الحقيقي ويتكلم مع سوبرمان ويقول له. باتمان مش مكفي من بدري، نصح مني يا كلارك، بلاش. فيرد عليه سوبرمان ويقول له بلاش ايه؟ وانا بعمل ايه اصلا؟ بلاش الطريق اللي انت ماشي فيه عشان هتخسر كتير. انا كنت مكانك في يوم من الايام، وصدقني احساس الديكتاتورية والظلم والغضب اخرته وحشة، وانت اكتر واحد عارف كده دلوقتي. واتقطعهم دانا بكل عصبية، وهانتر ما بيفكرش كتير ويدخل جوه جسمها عشان يقتلها، لانه طول ما هي مع سوبرمان هيفضل مكمل اللي بيعمله. بس سوبرمان بيضربها بالليزر. ديانا بتتحمل الحرارة بس هانتر لا، وبيموت بسببها. كل ده بيحصل قدام عينين باتمان وهو مش قادر يعمل حاجة. تاني يوم بالليل باتمان بيكلم الريس ويقول له انا لقيت الحل، بس محتاج تمويه. ويجمع الفريق بتاعه كله ويقول لهم سوبرمان خلص مشروع الحبوب اللي بيعمله، واحنا لازم ندخل القلعة بتاعته وناخد واحدة منهم علشان نعرف ايه ده ونعرف نتعامل معاه ازاي. وفجأة جهاز باتمان بيرن، فيقوم بسرعة ويقول يلا بسرعة فيش وقت العملية بدأت. ونشوف اسطول كامل من امريكا رايح كوريا. وباتمان يوصل القلعة ويقول لهم يلا بسرعة قبل سوبرمان ما يرجع من كوريا. وفعلا سوبرمان طلع لمكتب الرئيس ويقول له انا مش قلت مفيش حروب تاني؟ فبالادب كده اسحب الاسطول بتاعك بدل ما ادمرهولك. سوبرمان يفكر شوية ويحس ان في حاجة غلط ويقول ثانية واحدة، اشمعنى كوريا اللي رايح تهاجمها دلوقتي؟ وساعتها يطلع على قلعة العزلة بأقصى سرعة عنده، وفريق باتمان يوصل عند البوابة ويفتحها. وساعتها يتصدموا من اللي شافوه ويقرروا يهربوا بسرعة، بس يتفاجئوا بسوبرمان ماسك كابتن أتوم وعينيه بتطق شوية من كتر الغضب.